هلو على احلى كوميونتي، لسه مكملين في البلان وجوينج سترونج كمان. الاسبوع اللي فات زي ما انتم عارفين انا ما كنتش بعمل دايت، انا كنت مثبته عشان كنت حاسه ان انا بدات انزل بسرعه قوي وباكل قليل قوي، فما كنتش عايزه ادخل في ميتابوليك ادابتيشن. فالاسبوع ده بقى حاسه منعلي النار شويه، انا اخدت بريك حلو، جسمي المفروض عمل ريسات كده في السريع، فيلا بقى تعالوا نفتح. وطبعا زي ما انتم عارفين ستايل تشانل هنا مش بصوا يا جماعه انا خسيت 17 كيلو في اسبوع ازاي، انا جايه بقول لكم انا ناويه اخس على الاسبوع الجاي 2-3 كيلو، فيلا كده نشوف مع بعض هنعملها ازاي. داخل دماغي الفتره دي قوي دايت الباليو، فما تيجوا ندوس فيه. وفكرت كمان الاسبوع ده هنزل لكم 7 ايام عشان اللي حابب يمشي معايا يوم بيوم يلا بينا. وطبعا يا جماعه ده مش دايت نعمله بحذافير، وعشان انا ما شفتش حالتكم ما شفتش تحاليلكم، انا ما بديش حد دايت يعمله، دي جايدز احنا ممكن ناخد منها اللي يناسبنا على حسب حالتنا، ودايما لو عندنا اي حاله مرضيه نستشير الدكتور. المهم الباليو كده في دقيقه عباره عن ايه؟ ده دايت الانسان البدائي او انسان الكهف او عصر الحجري. يعني الناس دول لا كان عندهم صناعه ولا كان عندهم باكجينج، الناس دول كانوا بياكلوا اللي بيطلع على الشجره او اللي بيصطادوه. فطبعا كان 90% من اكلهم نباتات وخضروات وفواكه وشويه لحوم وشويه نتس ومكسرات لو افيلبل. محدش يجي يقول لي العيش معمول من القمح عشان العيش ده ما بيطلعش على الشجره وحضرتك بتقطفه. وحاجات زي البقول برضو ممنوعه عشان الانسان البدائي ما كانش بيقدر ياكل اي كميات كبيره منها، عشان هي الكوكينج بروسيس بتاعتها بتاخد وقت، هيقعد ينقع ويقعد حاطط قدرة الفول على النار 12 ساعة، ما كانش عندهم مفران كهرباء، فدي حاجات طبعا بتتاكل في أضيق الحدود. حاجة زي الألبان ومشتقاتها طبعا مش معانا، عشان الإنسان البدائي كان معتبر إن المامي كاو بتطلع الملك للبيبي كاو مش لينا، فعادي يعني ما بناكلش الكلام ده برضه. حاجة تانية ممنوعة في الباليو هتبقى زي الرز والشعير والحاجات دي، لأن الحاجات دي اللي موجودة دلوقتي مش زي اللي موجودة زمان. الحاجات دي عدى عليها دورات كتير، جربوا فيها تجارب كتير عشان يزودوا قوي في الإنتاج، فهي ملهاش أي علاقة بالحاجات اللي أجدادنا كانوا بياكلوها. هحط لكم هنا لسته بالممنوعات والحاجات اللي ما تنفعش تتاكل في الباليو. اما عن الحاجات المسموحه في الباليو فمعانا خضار، معانا فاكهه، معانا بطاطس، معانا اللحوم بانواعها، معانا المكسرات. وطبعا انتوا عارفين ستايلي من الاسابيع اللي فاتت، انا بحب اكل اكتر من وجبه وكمان بيبقى فيه سناكس في اليوم، وده الدايت اللي انا هحطه. بس انا بفكر في ال7 ايام دول ان انا هاخد يومين كده هعمل فيهم نوع من انواع الصيام المتقطع اللي هو بنقلل فيه الدايتس قوي، او ناخد 1 ميل داي او حاجه كده، عشان عايزه الريزلتس يبقى واو. بحب قوي فكره الباليو عشان شايفاها فلسفه مش دايت، احنا بناكل زي ما احنا المفروض ناكل او زي ما جدودنا من الافات السنين كانوا بياكلوا، وما اعتقدش ان جدودنا كان عندهم امراض قلب وامراض سكر وكل الحاجات دي. فخلونا نجرب بقى عملي ونشوف ده هيعمل ايه. عامه الباليو ده دايت قديم وموجود من زمان وليه مميزات كتير، زي ان هو بيقلل الكوليسترول، بيساعد ان هو يظبط السكر. بس انا شايفه ان اي دايت هتعمله صح وهتبقى ماشي محترم فيه هيظبط لك جسمك، عشان اصلا الخسسان لوحده انت لو خسيت بس هتعرف تظبط سكرك. وخلينا نجرب التحدي ده مع بعض وتعالوا نشوف هنعرف نخس قد ايه. هسيب لكم الوزن بتاع الاسبوع ده هنا عشان ده هيبقى ريفرنس للاسبوع الجاي. وعندي سؤال للناس المركزين، قولوا لي خسيت قد ايه من الاسبوع اللي فات، واللي اخد باله يكتب في الكومنتس. بس انا عامه سايباها عشان الاسبوع الجاي نشوف هخس قد ايه. ناويه برضو اعلي النار في موضوع الرياضه، ناويه انزل جيم اكتر. انا عاده بتمرن هنا في البيت على اليوتيوب، اشغل فيديوهاتي واشتغل معاها، بس عشان انا عايزه ريزلتس عظيمه كده واتخض كده من الرقم بتاع اخر الاسبوع يا جماعه، لا ناويه انزل جيم كتير الفتره الجايه. فيلا نجرب كده ونجيب اخر الدايت ده. ويلا يا حلوين لايك وفولو وسبسكرايب، فعلوا الجرس وخلونا نتكلم اكتر من كده في الكومنت، وانا هحاول ارد على كل واحد فيكم. باي.